اللايف الأخير من بيت الست عطيات. ناس كتير بتحب تدخل بيوت مأجورة علشان تجيب مشاهدات، بس البيت ده ما بيتصورش. البيت ده بيشوفك قبل ما تشوفه، ولو دخلته لازم تسيب حاجة وراك، ممكن عقلك، ممكن روحك. بيت مأجور في منطقة اسمها منشية ناصر القاهرة، معروف عند سكان المنطقة باسم بيت الست عطيات. وهي ست كانت عايشة لوحدها وماتت بطريقة غريبة. جوه البيت ده بيقولوا إنها ماتت وهي بتقرأ تعويذ، والبيت من ساعتها اتقفل على حاجة مش من البشر. البيت من بره صغير بس جواه مش طبيعي، في أوض كأنها ما بتخلصش. البطل شاب عنده حوالي 21 سنة اسمه فادي، كان بيعمل فيديوهات على تيك توك ويوتيوب. قرر يروح يصور جوه البيت ده لايف، وقال النهاردة هدخل بيت الست عطيات وهفرجكوا على كل حاجة، حتى الأوضة اللي بيقولوا إنها مسكونة. البث بدأ الساعة 1:45 بعد نص الليل. فادي دخل وكان في الأول بيضحك ويقول ولا في جن ولا عفريت، مجرد شقة قديمة. لكن بعد أول دقيقتين الصورة بدأت تهتز. الناس في التعليقات بدأت تكتب في حد وراك، في وش باصص من المراية، افصل يا فادي، اخرج بسرعة. هو ضحك وقال مفيش حاجة، انتوا بتتخيلوا بس. بعدها بدأ يبص حواليه بطريقة غريبة، وسمعوه بيقول بصوت منخفض أنا مش لوحدي هنا، في حد بيندهلي باسم. اللحظة اللي قلبت كل حاجة، فادي فتح باب أوضة كان مكتوب عليها على الحيطة من بره بالدم ما تدخلش دي أوضتها. الكاميرا دخلت بس النور طفى واللايف أقطع لحظيا. بعدها رجع ثواني والكاميرا كانت بتتهز، وسمع صوته وهو بيصرخ أنا ما دخلتش، هي اللي فتحت لي. آخر حاجة اتقالت قبل اللايف ما يفصل نهائيا أنا شفتها، وشها مش بشري. فادي مخرجش من البيت، اتبلغ عن اختفائه رسميا، والشرطة دخلت تدور عليه. لقوا موبايله واقع في الأوضة الأخيرة، بس لا لقوا جثته ولا لقوا أي أثر. بس في حاجة حصلت تاني يوم، موبايل فادي عمل بث مباشر لوحده الساعة 2-3 بعد نص الليل من نفس الأوضة، وفي صوت بيتقال فيه جملة واحدة دور على مين، واللايف اتقفل. البيت اتقفل بعد كده، وكل اللي حاول يدخله بعدها حصل له حاجة. واحد رجع بيهستر ويصرخ، والتاني اتكهرب فجأة، وكل كاميرات المراقبة في الشارع بتسجل نفس الجملة اللي بتتكرر كل ليلة من شباك الدور التاني، أنا لسه مستنياكم، حد يدخل معايا.